أصدقائي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. النهاردة بقى جايبة لكم كده نوع سمك. طبعا أنا متعودة إن أنا بقليه على طول، بس عشان بقى الدايت وكده فكل حاجة مشوية، فجبنا ده سمك مرجان. سمكة لونها سمكة لونها وردي جميلة جدا. وطبعا دي سمك مية مالحة. طبعا البحر الأبيض المتوسط جنبنا، فكل حاجة عندنا هنا طازة. فقلنا بقى كده نطلع على الكانون بتاعنا. طبعا كده هنطلع فوق السطح بتاعنا كده ايه على الكانون. هنولع بقى. طبعا السيد الصغير قايم معايا بالواجب، جايب الحطب وبنولع انا وهو. فحطينا صاجة كده فوق الكانون بتاعنا، قلنا بقى اما نشوي بقى مش مستاهلين ننزل الشارع عشان نشوي السمك، وطبعا في الشقة هيقلب بريحة الدنيا، فايه قلنا نشوي ايه هنا. هنرص السمك بتاعنا كده على الصاجة بتاعتنا كده. طبعا الكانون مش حطها على الأرضية، رفعها عشان حرارة النار ما تفرقعش السقف. وطبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ايه بيتقلب، بيستوي بسرعة اصلا. يعني اي حاجة من البحر المالح بتبقى يعني محتاجة نار بسيطة. فطبعا السد بقى جايب حطب وكده، وانا قاعدة انا ايه اقلب كده. ما شاء الله سمك جميل جدا. انا ما كنتش متوقعه، انا قلت هيلزق مني اصلا لان اول مرة اشوي السمك ده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على الجمال والحلاوة. طبعا السيد الصغير بيقلب سمكة وانا بقلب سمكة، وبنتخانق انا وهو كل واحد على السمكة اللي هيقلبها. فطبعا عازمها على العشاء النهاردة بقى، فبيحضر معايا للعشاء. طبعا الكلام ده كله كنا بقينا خلاص المغرب أذن. طبعا هو بيقول لي انا اللي بطبخ دلوقتي، فهو الطباخ بتاعنا دلوقتي. عايز هو اللي يولع وهو اللي يقلب السمك ويعمل كل حاجة. طبعا فكرة الكانون ده حلو قوي. الواحد يطلع في اي وقت يشوي السمك، بالليل متأخر براحتنا، الصبح بدري زي ما احنا عايزين. طبعا الطباخ بتاعنا واقف بقى مستني السمك يستوي. طبعا هو اللي عمال يجمع الحطب بقى، وعمال هو اللي شغال. طبعا خلاص كان المغرب أذن كده، واحنا قاعدين بقى انا وهو على الكانون بقى، وانا عازمه النهارده على العشاء بقى. فطبعا ايه بيجهز عشاء بنفسه. هو اللي مصمم برضه، هو اللي يولع. وطبعا السمك البحر المالح ده بيبقى جميل جدا، بيبقى لحمه ابيض وجميل. واي حاجه بتطلع من البحر المالح بيبقى طعمها حلو، بتبقى جميله جدا. طبعا سمكه مرجان ديت لحمها ابيض وجميله جدا، وبتستوي يعني ما بتاخدش وقت لان هي صغيره برضه. طبعا احنا شويناهم على يجي 3 مرات، 3 ادوار كده، ايه واحده واحده كده. بس طبعا مريح بقى الواحد يروح عند الفرن الحطب ويدخن والدنيا تدخن كده، ده حلو في الهواء الطلق كده. طبعا احنا نسينا نجيب مساكة بقى نطلع بيها، عمال هو السيد بقى عامل خشبتين كده وبيطلع بيهم. هنحط بقى الدور التالت. هو طبعا بيولع على طول برضو السمك. اول ما نحط السمك لازم يعلي النار، وبعد كده نهدي واحدة واحدة. طبعا انا بعلمه شوي السمك، وهو طبعا بقى حريف في شوي السمك. فطبعا دي الكمية بتاعتنا بقى، وفاضل ايه الدور كده على طبعا هو مستوي، بس انا ما رضيتش احرقه. وده طبعا بقى المنظر النهائي للسمك بتاعنا بعد ما ملحناه. طبعا بقى الحاج سعد بقى جاهز عشان خلاص. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.